لو كنت حابب تعيش رحلة من نوع مختلف، رحلة مليانة طاقة وحيوية تتخلص فيها من كل متاعبك وضغوطاتك الحياتية، يبقى تعال معانا النهاردة في رحلتنا لمدينة لف العالم مع منفيس. لف العالم مع منفيس كل خميس. برشلونة في واحدة من أجمل المدن الأسبانية، المدينة المشهورة بتاريخها الثقافي الغني ومعالمها التراثية. برشلونة مدينة البهجة والأنوار الساطعة اللي بتعتبر واحدة من أشهر مدن أسبانيا السياحية، وده لاحتوائها على أجمل المعالم والمزارات الترفيهية وأروع المباني المعمارية والساحات والأسواق العصرية. من أبرز المعالم اللي بتشتهر بيها برشلونة أكواريوم برشلونة، وده واحد من أفضل الأماكن السياحية في العالم مش بس في أسبانيا. الأكواريوم بيرجع تاريخه لسنة 1995، وهو بيحتوي على أعداد كبيرة من الحيوانات البحرية المذهلة. بيوصل عدد الحيوانات فيه لأكتر من 11,000 من حوالي 450 نوع مختلف من البحر المتوسط والبحار الاستوائية، بالإضافة أنه بيمتلك حوالي 35 حوض مائي. من ألطف الأشياء اللي بيقدمها لك الأكواريوم إنه هيسمح لك بالغوص المباشر مع أحواض سمك القرش الصغيرة بشرط واحد، وهو إن يكون معاك شهادة غوص سكوبا. أما لو مش حابب تخوض التجربة الجريئة دي، فأنت هتستمتع بمشاهدة العروض البحرية الممتعة والتقاط أجمل الصور بخلفيات خلابة. حديقة حيوان برشلونة، ودي حديقة بترجع للقرن ال18، وهي وجهة سياحية جذابة ممتعة هتسمح لك بمشاهدة أهم مجموعات الحيوانات في أوروبا من فصائل متنوعة من مختلف دول العالم. الحديقة بتضم أكتر من 7,000 حيوان من 400 نوع مختلف، وهتقدر تزور الحيوانات البرية الأليفة والمفترسة، وكمان هتقضي وقت من المرح في بيت الأسماك والزواحف وتستمتع بألطف العروض الحية للدلافين الشقية. مدينة ألعاب تيبيدابو دي بتعتبر مزار أساسي ما ينفعش تفوت زيارته بأي شكل من الأشكال. بتوجد المدينة دي على جبل تيبيدابو، وهي أقدم مدينة ترفيهية في أسبانيا وثالث أقدم مدينة في أوروبا. فهي موجودة من سنة 1905 ومساحتها بتوصل ل70,000 متر. بتحتوي على أمتع الألعاب المصممة ب6 مستويات عشان تناسب الكبار والأطفال، بالإضافة لوجود سينما بتقنية 4D ومسرح للعرايس، ده غير أجمل الإطلالات البانورامية اللي هتستمتع بيها من فوق الجبل. جويل بارك، الحديقة اللي بتعتبر واحدة من أجمل الحدائق في برشلونة وفي العالم كله كمان. تم إعلانها كموقع للتراث العالمي بمنظمة اليونسكو من كتر جمالها ومناظرها الخلابة، فأنت هتعيش فيها جولة مثالية من المتعة والرفاهية، وهتتفاجئ بجمال منحوتاتها ونوافرها ومبانيها المصممة بأشكال فريدة. هتقدر وانت هناك تستمتع بأوقات من الاستجمام والهدوء، أو تمارس رياضتك المفضلة سواء الركض أو التمشية وسط هوا نقي وأجواء خلابة. حي برشلونيتا واحد من أفضل الأحياء في برشلونة، هتقدر وانت فيه تشوف حي الصيادين وتتعرف على معالم الملاحة الأسبانية اللي بتظهر في شكل المعيشة داخل الحي، وكمان هتتناول أشهى وألذ الأسماك الشهية وتعيش أوقات من التأمل في الشواطئ الموجودة بالحي مع إطلالات ساحرة. بكده نكون وصلنا لنهاية جولتنا. نتمنى تكونوا استمتعتوا بحلقتنا، وهنستناكم تكتبوا لنا آرائكم في الكومنتس، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد من منفيس.